بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصل بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيد بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ونسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر أملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا
ذريتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والعمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحانك من اتصف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نورا أعظم نور واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصل بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيد بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ونسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر أملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين محتدين غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذي الحبل الشديد والعمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد، سبحانك من اتصف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نورا أعظم نور واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصل بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا
وتزكي بها أعمالنا وتبيد بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ونسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر أملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والعمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحانك من اتصف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.
اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نورا أعظم نور واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصل بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيد بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر
ونسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر أملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والعمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحانك من اتصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان ما لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نورا أعظم نور
واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده.